السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. أنا جبت لكم طريقة اليوم كيفية بعض المشاهير يستخدمون المقاطع الفيديو الموجودة في سناب شات على منصة أضواء، وكيف يحققون أرباح ومشاهدات عالية، حتى إنهم يستخدمون بعض المقاطع الفيديو موجودة في التواصل الاجتماعي لكن ينشرها بدون حقوق، يعني الحقوق حقها خلاص تكون يعني ملكيته. يعني هناك برامج يستخدموها، يعني مثلا يقص الفيديو وحركات كذا. أنا اليوم بوريكم كيف تصمم مقطع فيديو أو تبي تنشر مقطع فيديو خاص فيك، حتى لو كان موجود في التواصل الاجتماعي ما يكون فيه انتهاكات. وهذا البرنامج طبعا كاب كيت، كل الناس تعرفه، أكثر الناس في جوالاتهم موجود هذا البرنامج لتصميم مقاطع الفيديو. طبعا نبدأ الشرح علشان تعرفوا كيف، بس لا تنسوا يا شباب، لا تنسونا من اللايك والشير والدعم لنستمر تقديم مقاطع الفيديو جديدة إن شاء الله. يلا نبدأ. مثلا أستخدم أي مقطع فيديو معي موجود هنا من تصميماتي، أي مقطع فيديو. مثلا هنا كلها مقاطع، مثلا بستخدم مثلا نشوف مقطع فيديو بستخدمه الحين، مثلا هذا الفيديو. هذا انا اغسلها كلها ولا مثلا كده استخدم هذا المقطع الفيديو. طبعا ما فيه أي حقوق هذا المقطع الفيديو، ما فيه علامات، ما فيه أي شيء يعني يشير لشخص. أنا أول هذا المقطع الفيديو لما تنزله على اليوتيوب أو تنزله على منصة أضواء، أنت ركز على منصة أضواء، يوتيوب عادي، منصة أضواء في سناب شات، يعني تجي تنزله ما يقبلونه، أكثر شيء ما يقبلونه. بس كيف تسوي؟ تجي مثلا هنا للخلفية، تستخدم أي خلفية، مثلا خلفية ضبابية تستخدم كذا، مثلا كذا ضبابية تصقرها، شوف كذا المقطع. بعدها تستخدم أي شيء، مثلا علامة القناة تبعك، أي حاجة هنا. لما تجي تستخدم هذه الحركة، المقطع الفيديو بيصبح خاص فيك كذا أو كذا، أي شيء بالخلفية اللي تبغاها أنت. وفي طبعا حركة ثانية أنا اللي أفضلها، طبعا هي الصور اللي هنا. تيجي مثلا كذا تستخدم، مثلا تيجي تسوي كذا، تسوي كذا، أي شيء من الخلفيات، أي خلفية تبيها أنت للتيك توك، أي خلفية موجودة، كل الخلفيات موجودة هنا. أكثر المشاهير اللي ما ينزلون مقاطع الفيديو الخاصة فيهم، يعني ما يبغى يظهر على التواصل الاجتماعي، يعني تجي مقاطع فيديو تضرب عنده تردات بعض المقاطع الفيديو وهو ما يطلع وجهه، يستخدمون هذه الحركة أكثرهم. علشان إيش؟ علشان الانتهاكات، ما تكون عندك انتهاكات لإرشادات المجتمع، سواء في سناب شات أو تيك توك أو يوتيوب. أكثر المشاهير تقول له يا أخي كيف تستخدم، ليش أنت تضرب عندك المقاطع الفيديو؟ ما يحب، ما يبغى يرويك. والله هذا المقطع الفيديو استخدموه، شوفوا وانت، شوف حتى لو مشاهدك تطلع 30 مشاهد، 40 مشاهد، 100 مشاهد، وشوف بتطلع فوق 1000 مشاهد. احيانا ما تضرب معك على طول، تخليها يوم، 3 ايام، 4 ايام، وبتضرب معك على طول مشاهدات. جربوا هذه الحركة اللي سويتها وشوفوا. ولا تبخلوا علينا يا شباب باللايكات والشير علشان نستمر تقديم المزيد ان شاء الله.